مرحبا بكم في درس جديد من دروس فورميني بالدارجة، وهو درس الثاني في دروس الفلسفة ديال السنة البكالوريا الثانية بكالوريا في المغرب. اللي باقي ما اشتركش كندعوه للاشتراك في الرابط وما نتعطلوش نمروا الدرس، واللي هو درس الشخص بين الضرورة والحرية. أول سؤال كيتطرح: هل يمكن لسلطة المجتمع أن تجعل من الشخص فريسة الاستلاب؟ وهل معنى ذلك أنه لا مكان للحرية في حياته؟ فهذه الأسئلة غتساعدنا نفهموا كيفاش يمكن للشخص يتحرر من سلطة المجتمع، وشنو هو المكان اللي كتشكلو هذه الحرية في الحياة ديالو. أول حاجة خصنا نعرفوا مفهوم الحرية، فهو استقلالية الذات فكرا وتصرفا وعدم خضوعها لأي إكراهات خارجية، وكنسطر على فكرا وتصرفا لأن أساس الحرية الفكرية كتلعب دور كبير، هي اللي كتوجه حرية التصرفات. فإلا ما كنتيش حر في الفكر ديالك طبيعي أن التصرفات ديالك يكونوا ماشي حر، يعني ما يكونوش عندهم واحد الحرية اللي انت تكون حرية وهمية، لأن انت كتصرف نطاق الفكر والفكر أصلا ماشي حر. أول فيلسوف هضر على الحرية هو إيمانويل موني، اللي عاش في القرن، يعني بداية القرن العشرين ما بين 1905 و 1950. هو فيلسوف فرنسي. قال أن حرية الشخص ليست ما هي مجردة ومطلقة، وإنما هي خاصية وقيمة تكشف قدرة الإنسان على مواجهة وضعه الوجودي المعقد والمركب. بالنسبة لموني كيقول لك أن الشخص موجود في المجتمع، وهذا المجتمع عنده فيه واحد الوضع مركب، يعني ماشي بديك البساطة يمكننا نقولوا أن الحرية هي واحد الماهية مجردة ولا لا، هي واحد الخاصية كتبين كيفاش يمكن للشخص يواجه المجتمع والإكراهات ديالو عن طريق الشغل أو الاشتغال أو أي اكتيفيتي هو سماها، يعني واحد النشاط اللي كيبدا يواجه به، يعني ويتحرر تدريجيا من الضغوطات المجتمع. غنشوفوا احنا اللي كيلخص كيفاش شرح ايمانويل موني الحريه. فبالنسبه له الشخص، كاين الشخص من جهه وكاين قيم المجتمع. فالشخص عن طريق الشغل كيتحرر من الشروط اللي كيوضعها المجتمع، قيم المجتمع كتوضع لنا واحد الشروط، حنا عن طريق الشغل والاشتغال كنواجهوا ديك الشروط والاكراهات باش كنتحرروا. ولكن كما راه كتلاحظوا كاين السهم ماشي يعني معنى ان حتى ديك التحرر كيكون واحد التحرر بشروط او تحرر مشروط في نطاق واحد الوضع مركب. بالنسبه لايمانويل موني التحرر كيمر عن طريق المواجهه، يعني كتكون عندنا ضغوطات خصنا نواجهوها بالشغل باش كنتحرروا، ولكن التحرر كيبقى دائما مشروط. فاول حاجه خصنا نعرفوا شنو هو معنى القيمه. بعدا قيم المجتمع او القيمه هي صفه او خاصيه نقوم بها الشيء او الفعل او الحكم، وذلك بهدف ابراز خطئه من صوابه، جماله من قبحه، او خيره من شره. يعني مجموعه القيم المجتمع هي واحد الاشياء اللي كتمكننا تقول لك هذه عيب، هذه حرام، هذه ما مزياناش، هذه خصها الدار. يعني هذه هي القيم، هي اللي كتعطينا بحال واحد الميزان اللي كنعبروا به حنا واش هذا الشيء صالح ولا ما صالحش. كخلاصه بالنسبه لموني التحرر الذي يمارسه الشخص ويتمظهر في انشطته يظل دوما مشروطا بوضعه المركب، اي ان حريه الشخص دوما حريه بشروط. يعني موني كيركز على الجانب ان التحرر او الحريه ماشي مطلقه ولكن دائما نسبيه، كتبقى بشروط اللي المجتمع كيفرضها، فدائما كيبقى في نطاق ديك الوضع المركب. يعني باختصار التحرر عن طريق المواجهه، ولكن كيبقى مقرون بواحد الشروط في نطاق وضع مركب. دابا نمروا لثاني فيلسوف هضر على الحريه، هو جون بول سارتر، اللي عاش في القرن العشرين ما بين 1905 و 1980، واللي هو كذلك فيلسوف فرنسي.
في 1960 دار نقد العقل الجدلي، وقال فيه أن التحول من وضع الضرورة إلى وضع التحرر هو الحرية، أي أن التحرر هي التحرر من وضعية محددة قبليا إلى التعالي عليها عبر الفعل والممارسة. هتلاحظوا أن الفرق ما بين جون بول سارتر ومونيي هو ديك اللفظ ديال التعالي. فبالنسبة لجون بول سارتر التحرر هو انتقال من وضعية ديال الضرورة، شي حاجة مفروضة علينا، لوضعية متحررة. يعني احنا كنتحكموا زمام الأمور. كيفاش؟ هي أننا ماشي نواجهوها كما قال موني، ولكن نتعالوا عليها، وهذا التعالي كيكون عن طريق الفعل والممارسة. خلينا نشوفوا دابا واحد الشيما اللي كيلخص شويه هذا الوضع ديال. فبالنسبه لجون بول سارتر كاين وضع الضروره، وعن طريق الفعل والممارسه كنقوموا بالتعالي على هذا الوضع باش كنمشيو لوضع التحرر. فمثلا شي واحد خلق معاق، هذا وضع ضروره تحتم عليه، فإما يختار يعيش حياته في نطاق ديك الظروف الصعبه مستسلم يعني على هامش المجتمع، وإما يجعل من ديك الوضع الضروره واحد الحافز ليلو انه يتميز ويتعالى على ديك الوضع الضروره ويخرج واحد وضع التحرر. وهذا التحرر يخليه يبرز الكفاءات ديالو. وكاينين امثله يعني عده لا يسع المجال للذكر ديالها، كل واحد يحاول يقلب في راسه، يلقى بزاف د الناس بصح بسبب الاعاقه، يا اما اعاقه خلقت معاهم يا اما اعاقه جات من بعد. وحطينا مثال حنا بالاعاقه، كاين امثله عده ديال وضعيات الضروره جعلوا منها الناس حافز لانهم يوليوا متميزين. فهاد الوضع ديال الضروره كان هو بحال نقولوا واحد الشيء تعالاو عليه باش يوليوا اعلى ويوليوا احسن في الحياه ديالهم. فبالنسبه لجون بول سارتر هكا كيعرف التحرر والحريه، هي انك تعالى على الوضع، انك تتجاوزه باش تكون متحرر. ماشي بحال موني اللي قال ان خصك تواجهه وان الحريه كتبقى مشروطه. جون بول سارتر كان اكثر يعني التحرر بالنسبه له كان مطلق، يعني ملي كتعالى على واحد الوضع فكتولي متحرر، يعني كيتحرروا الطاقات ديالك. مثلا بالنسبه لشي واحد معاق ما كيبقاش كينسى ديك الاعاقه وكيولي متحرر، كيمارس الهوايات ديالو بواحد الحريه بواحد نعطينا مثال عاد تقريبي باش نفهموا شويه شنو بغى يقصد جون بول سارتر. فجون بول سارتر قال في واحد المقوله: إن الصخرة التي تبدي عن مقاومة شديدة حين أريد أن أنقلها ستكون على العكس من ذلك مساعدة مينا لي إن أردت الصعود عليها لتأمل المنظر، في كتاب الوجود والعدم. يعني قال هذه المقولة اللي هي كتلخص ديك الشيء اللي قلنا. هي مثلا الحجرة هي ديك الوضع الضرورة أو الإكراهات اللي كاينة، وكيفاش أن إلا قررنا نواجهها فغتبدي واحد المقاومة وغنكونوا بحال كنضيعوا الجهد. ولكن إلا طلعنا فوق منها وحاولنا نتجاوزوها ونتعالوا عليها بالعكس غتكون مساعدة لنا أننا نتأملوا المنظر. فكخلاصة أو تركيب لهذه الأطروحتين: الشخص مشروع حر ومفتوح على إمكانات لا نهائية، إنه ذات تتجاوز البنيات التي تسعى إلى الهيمنة عليه، وذلك عبر الشغل الذي يجعله يتعالى على كل عمليات التشييء والاستلاب. كنتمنى أن هذا الملخص نال الإعجاب ديالكم، وحاولت نشرح ما أمكن لي هاد الأطروحتين ديال موني وجون بول سارتر. إلا عجبكم الفيديو بارطاجيو وديروا جيم. إلا كاين دي كومونتير تعليقات، لا بالنسبة للتلاميذ باغيين دروس جديدة أو لا شي حاجة يفهموها أكثر، ولا بالنسبة للأساتذة إلا علقوا على شي أشياء مثلا كان سهوا أو هفوة منا، فاحنا على رحب والسعة، لا في الباج ولا في لاشين ولا في أي حاجة. والسلام عليكم، ساعة سعيدة.